تعالى اكلمكم في فيديو النهارده بارت 1 ازاي اكل حاجات تشغل هرموناتي صح ومظبوط. النهارده هكلمكم عن اول حاجه وهي البيض. البيض فيه ماده الكولين وفيتامين بي، فهي بتعمل ايه؟ فهي بتزود تصنيع الهرمونات اللي بالتالي بتحسن وبتخفف من تقلبات المزاج بسبب لخبطه الهرمونات. كمان بتقلل اضطرابات الدوره وبتحسن ضعف الخصوبة، يعني لو حد عنده مشكلة في الخصوبة البيض هيكون الحل. تاني حاجة هتكلم عنها الافوكادو. الافوكادو فيه دهون صحية بيبني الهرمونات من الصفر، عشان هو بيحسن الكورتيزول ليفل وبيقلله، فبالتالي هو ده هرمون التوتر، فلما يتظبط ويتحسن ده كده هيقلل التوتر وبالتالي بيزود اشارات الشبع وبيقلل السكر اللي بيلخبط كل هرموناتك. تالت حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده هي انواع خضار زي الكرنب والبروكلي والكرنبيط. دول بيعملوا ايه؟ بيساعدوا الكبد على تكسير الاستروجين الزياده، فبالتالي بيقللوا من اضطرابات وخلل الهرمونات. واخيرا هتكلم على مرق العظم اللي هو مصدر للجلايسين عالي جدا وكمان مصدر لاحماض امينيه كتيره جدا اللي بتحسن انتاج الهرمونات اللي في الجسم كله، وكمان بتحسن صحه الامعاء وبتحسن النوم العميق اللي بيرفلكت على ده تحسين الهرمونات. لما تنام كويس هرموناتك كلها تظبط. يا رب الفيديو يعجبكم واستنوا بارت 2.